الموضوع انضم الينا من جدة الكاتب والمحلل السياسي خالد باطرفي. سيد خالد، مرحبا بك. واشنطن ترفع يدها شيئا فشيئا عن السعودية فيما يتعلق باليمن. سحبت مستشارين عسكريين قبل فترة، وهي الآن تأتي خارقة فترة الجمود المعتادة في التعاطي السياسي وفي إخراج المسؤولين السياسيين قبل الانتخابات لتقدم مبادرة بخصوص اليمن. هل يعني وصلت إلى مرحلة من اللا تفاهم مع السعودية بحيث تبادر بنفسها؟ أولا بالنسبة لسحب المستشارين كما اتضحت في الرؤية الآن من البيت الأبيض، من البنتاغون، من التحالف، أنها تمت قبل 3 أشهر ولم يسحب جميع المستشارين. هؤلاء كانوا منسقين لعملية تزويد الطائرات بالوقود، وعندما بدأت الهدنة مع بدء المشاورات في الكويت سحب معظمهم وعادوا إلى قاعدة العيديد في قطر، ولكن بقي من بقي ممن تحتاج إليه. فهذه كانت لا علاقة لها البتة بموقف مجرد إجراء روتيني عادي. النقطة الثانية بالنسبة لتفاهمات السعودية الأمريكية، هي تفاهمات استراتيجية على مستوى القمة. لم تنقطع الاتصالات بين وزير الخارجية السعودية ووزير الخارجية الأمريكية في أي يوم من الأيام، بل كانت مستمرة في كل قضايا المنطقة في اليمن وسوريا. طيب سيد خالد، نعم. عندما نسمع تصريحا من السيد الجبير اليوم يقول فيه بأن المبادرة الأمريكية لم تترك أي حجة لأي طرف من أجل التحجج بها حتى لا يمضي في عملية إخراج البلاد من عنق الزجاجة أو رفض هذه المبادرة. السعودية تتقدم يعني أو تتصدر الحديث المتمسك بالمبادرة الخليجية عندما تثني على المبادرة الأمريكية. هل يعني هذا بأن المبادرة الخليجية انتهت والآن نحن أمام مبادرة السيد كيري؟ لا طبعا، هي كلها عملية تراكمية. يعني المبادرة الخليجية جاءت ثم جاء بعدها الحوار الوطني في اليمن، والذي شارك فيه الحوثيون واتباع علي عبد الله صالح ووقعوا عليه ثم انقلبوا عليه. ثم جاءت المبادرة أو القرار الأممي 2216. الآن تأتي هذه المبادرة لترفع الحجج فيما يتعلق بالآلية. الحوثيون يقولون على سبيل المثال: ما الذي يضمن لنا أنه ستتحقق لنا المشاركة السياسية إذا سلمنا أسلحتنا؟ هم يقولون لهم أوكي نعطيكم في نفس الوقت. وهذا على فكرة هذا الذي هم كانوا يطالبوا فيه، يعني التحقق أن لا تكون العملية تراتبية بالضرورة وأن تتم في وقت واحد. لكن إلغاء التراتبية تم حتى في المبادرة الأممية قبل، يعني في آخر محاولة للكويت. لكن سؤالي هنا سيد باطرفي، المبادرة الأمريكية اليوم وحديث كيري كانت فيه إشارة إلى المرجعيات السابقة يمكننا وصفها بإشارة مجاملة، لم تكن إشارة استناد أو استلهام أو عصارة من هذه المبادرات وهذه التراكمية السابقة. جاء بمبادرة أمريكية من الآخر كما يقال. المبادرة الأمريكية تتعلق بالآليات ولا تتعلق بالمرجعيات. المرجعيات ثابتة. هي الإشكالية زي ما قلنا أنه الحوثيين يتحججون: لمن نعطي أسلحتنا الثقيلة؟ هل نعطيها للطرف الآخر؟ نحن في حالة حرب معه. من سنسلم صنعاء؟ لمن؟ ستصير فوضى ويدخلوا القاعدة ويحكمون. يعني هذه الحجج رفعت الآن. يعني هذا الجديد في المبادرة الأمريكية، أنه ستسلم إلى طرف ثالث. وبالمناسبة الحوثيون كانوا يطالبون أن تسلم إلى طرف ثالث، وحددوا على وجه التحديد الكويت وعمان. فالآن أعطيوا ما طلبوا، يعني نثبت للعالم أنهم يماطلون ويتحججون. فكلما طالبوا بشيء أعطيوا ثم تراجعوا. أشكرك جزيل الشكر من جدة الكاتب والمحلل السياسي خالد باطرفي.